بريطانيا وفوز منتخب الكويت بنتيجة 2-0. طبعا توقعت فوز المنتخب الكويتي لأني أنا مطلع بشكل كبير على منتخب الكويت وكمان شايف منتخب موريتانيا. في ناس استغربوا كيف تتوقع تأهل منتخب الكويت على حساب موريتانيا، تصنيف منتخب موريتانيا أفضل. لكن لما بنشوف من السنوات الأخيرة، آخر 2 إلى 3 سنوات، منتخب الكويت عم بيتطور بشكل أسرع. لعيبة منتخب الكويت عندهم الانسجام، الغالبية العظمى بيلعبوا مع القادسية ونادي الكويت. فالموضوع بصراحة مختلف عن التصنيف. التصنيف لا يعني شيء بعد تصنيف 100، يعني 110 120 130 160 هالمنتخبات بتكون متقاربة جدا. لكن منتخب الكويت بتسارع، بانسجام، بأفضلية على منتخب موريتانيا بكل شيء. ودفاع منتخب موريتانيا بهاي المباراة تحديدا كان سيء جدا، كان كارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. خصوصا يعني انك انت عم بتواجه منتخب منسجم مثل المنتخب الكويتي. بالحالة الهجومية غالبية اللاعبين من نادي الكويت، وبالحالة الدفاعية غالبية اللاعبين من نادي القادسية. ففي خلطة سحرية عاملها المدرب، بتحس انه منتخب الكويت كمجموعة، كفريق جماعي، افضل من منتخب موريتانيا، وعارفين شو عم يعملوا على ارض الملعب. طبعا مع اختلاف الاجيال، يعني انا بدات بمتابعه منتخب الكويت من ايام بشار عبد الله وجاسم الهويدي، مرورا ببدر المطوع ومساعد ندى الى العنزي والى حاليا. يعني بصراحه حاليا الجيل مختلف، الجيل في نوع من الحركيه، في نوع من المهارة، في نوع من المتعة المختلفة. أيام زمان كانت المتعة تتعلق بنوعية الكرة الثابتة، طريقة المراوغة من بدر المطوع، التمريرة السحرية. حاليا بتلاقي السرعة موجودة، سرعة لعيبة منتخب الكويت حلوة مع الكرة من دون كرة. بيعجبني محمد دحام، بيعجبني يعني الغالبية العظمى من لعيبة الكويت. الموضوع الانسجام اللي شغالين عليه، فريق ممتع، فريق بيعرف يلعب على أرض الملعب كانتشار. لذلك منتخب الكويت حتى بدور مجموعات ما راح يكون منتخب سهل على أي فريق أو أي منتخب. وإذا حكينا عن مواجهة منتخب فلسطين وليبيا، كمان توقعت تأهل منتخب فلسطين، لكن الوصول لركلات الترجيح كان كمان يعني المنتخبين متقاربين بالسنوات الأخيرة من حيث النتائج. منتخب ليبيا كمان عم بيتطور، لكن منتخب فلسطين كتشكيلة أنا شفت أنه تشكيلة موجودة فيها عناصر الخبرة والشباب. حارس المرمى أكيد رامي حمادة، هو صديق وكمان أخو لصديقي، فبالتالي يعني بصراحة يعني كنت حاسس أنه رامي حمادة إذا وصل ركلات الترجيح فالموضوع منتهي بالنسبة للمنتخب الفلسطيني، لأن المنتخب الفلسطيني قادر أنه يتأهل بركلات الترجيح. هلا ما بعرف شو ممكن يصير، لكن موضوع ركلات الترجيح اكيد رامي حماده كنت واثق انه راح يعمل هذا الشيء. على كل حال، هي المباراه بالشوط الاول حسيت انه جس النبض كان مبالغ فيه من المنتخبين. منتخب ليبيا ممكن بفرصه واحده، يعني بكل الشوط عمل فرصه واحده، اما منتخب فلسطين بكل المباراه كان عم بيحصل على كرات ثابته. ولازم لازم يركزوا على هذا الموضوع، انك تحصل على 8 ركنيات، لكن اغلب هالركنيات يعني ما عم تستفيد منها بالشكل الكافي. هاي المنتخبات لازم تستفيد من موضوع الركنيات، من موضوع الكرات الثابته. منتخب فلسطين عم بحكي لازم يستفيدوا من هذا الموضوع. ليس الامر فقط انك تسجل اهداف من كرات ملعوبه، في عندك نقاط قوه قادر انك تستخدمها. صراحه يعني الفارق ما كان كبير بين منتخب فلسطين وليبيا، لكن منتخب فلسطين جر المنتخب الليبي لركلات الترجيح. ما راح تسجل اهداف، ما بتعرف تسجل اهداف، تعال فرجيك بركلات الترجيح شو ممكن اعمل. وهذا منتخب فلسطين قادر انه بركلات الترجيح يخلص المباراة برامي حمادة. هذا كل ما في الأمر. بالنسبة لمواجهة سوريا وجنوب السودان أنا حكيت بشكل كافي بقناة الخاصة بالكرة السورية، لكن يعني فينا نحكي رؤوس أقلام. منتخب سوريا كان متوقع يتأهل يعني على حساب جنوب السودان، في فوارق كبيرة جدا، خصوصا منتخب جنوب السودان بآخر 2-3 يعني بصراحة منتخب لا كنتائج لا كمستوى فني ما في عنده شيء يعطيه. فبالتالي يعني منتخب سوريا بالمباريات الرسمية مع المدرب الإسباني خوسيلانا ما تعرض لأي خسارة. المنتخب السوري يمتلك عناصر، نعم في غيابات عديدة، لكن اللاعبين الموجودين لاعبين مميزين وقادرين يتغلبوا على منتخب يعني بمستوى جنوب السودان. لعيبة جنوب السودان أكثر شيء تميزوا فيه موضوع
الطول الفارع واللي كانوا بيتفوقوا فيه بالكرات الطويلة والكرات العرضية على المنتخب السوري. لكن المنتخب السوري على الأرض كان عم بيفرمل المنتخب الجنوب السوداني. المهارات كانت مختلفة تماما. حتى يعني جنوب السودان ما تميزوا بالسرعة، يعني توقعنا انه ممكن يعني يأذونا بنوعا ما السرعة، لكن حتى السرعة تفوق فيها المنتخب السوري. المباراة كانت بالشوط الأول نوعا ما متكافئة مع استحواذ للمنتخب السوري، لكن بالشوط الثاني المنتخب السوري أكل منتخب جنوب السودان أكل، يعني حرفيا نتيجة 2-0 لا تعبر عن المستوى الفني اللي قدمه المنتخب السوري. بالشوط الثاني كان ممكن يخلصها 3 و4 و5. فالفارق كان واسع جدا وكبير جدا بين منتخب سوريا وجنوب السودان، لذلك التأهل مستحق، مو لأن منتخبي لكن تأهل مستحق. بالنسبة لمواجهة عمان والصومال فهي من أكثر المواجهات كمان، يعني اللي بصراحة يعني أنا ما بعرف هل يا ترى منتخب عمان هو المتراجع ولا منتخب الصومال هو اللي متطور، لأن في مفاجآت. يعني هاي أحد المباريات اللي فاجأتني بشكل كبير جدا، انه وصولها حتى لركلات الترجيح. نعم منتخب عمان تأهل، لكن هل يا ترى هذا التأهل مقنع؟ هل يا ترى هذا التأهل كان يعني بصراحة أنا حسيت أنه المنتخب العماني متراجع بشكل، يعني تحس أنه اللاعبين مو منسجمين مع كارلوس كيروش. في غيابات لدى المنتخب العماني، لكن كمان أنا بعرف أكثر من 80% من لاعيبة منتخب عمان بالتشكيلة. إذا الغيابات ما لازم تكون مؤثرة بهذا الشكل الكبير يعني بصراحة. فالمنتخب العماني وصل لركلات الترجيح، بدل حارس المرمى، تألق الحارس البديل، فأدى إلى تأهل منتخب عمان. أنا توقعت تأهل منتخب عمان، لكن أكيد ما توقعت بهذا الشكل. يعني أنا مو متوقع الوصول إلى ركلات الترجيح، أعترف بذلك. يعني نعم حتى لو كان التوقع صحيح، لكن للوصول إلى ركلات الترجيح كان ممكن منتخب عمان يخسر لولا حارس المرمى. فبالتالي بصراحة المنتخب العماني بهذا المستوى الموضوع لا يبشر بالخير بدور المجموعات. ونفس الأمر يطبق على منتخب البحرين. يعني تخيل منتخب البحرين تأهل، وأنا متوقع كمان تأهل منتخب البحرين على حساب جيبوتي، الفوارق شاسعة. لكن بدور المجموعات ما رح يرحموك منتخبات شمال أفريقيا. أنت عم تحكي عن منتخبات يعني بصراحة مع احترامي إلها هي منتخبات عادية جدا. لذلك أنا توقعت تأهل البحرين والكويت وسوريا وعمان. هذا الموضوع لا يتعلق بانحياز إلى عرب آسيا على حساب عرب أفريقيا، لكن لكون بالدور التأهيلي أنت عم تواجه منتخبات هي أقل بكتير. المنتخب البحريني قبل عدة أشهر تعرض لخسارة 1-0 أمام منتخب المغرب. قلنا يعني الأمور عادية جدا، أنت عم بتواجه منتخب المغرب رابع العالم، فالموضوع بسيط يعني يتم قبوله. لكن مؤخرا تعرضوا للخسارة أمام الصومال، اليوم فايزين على جيبوتي بهيك نتيجة. يعني الأمر غير مقبول بصراحة، لأن المنتخب البحريني نفس موضوع المنتخب العماني، عم تلعبوا بتشكيلة أغلب هاي التشكيلة نحن بنعرفها ومشاركة وتلعبوا باستمرار. فالمستوى الفني بصراحة يعني كنتيجة أنا بشوف أنه غير منطقية بالنسبة لمنتخب البحرين. ومنروح للمباريات العجيبة والغريبة، المباريات اللي بصراحة اليوم كانت بالفعل جميلة كمان. مباراة السودان ولبنان نبدأ فيها. هي مباراة يعني المنتخب اللبناني كان متعادل مع منتخب السودان، الأمور جيدة في حالة طرد لمنتخب السودان. يعني أنت كمنتخب لبنان عم تلعب ب 11 لاعب، منتخب السودان ب10 لاعبين. المنتخب السوداني ضغط بشكل حسيت انه منتخب لبنان عم بيلعب بلاعبين ومنتخب السودان عم يلعب ب15 لاعب. يعني بصراحة المنتخب اللبناني جدا مأساوي، جدا سيء، جدا كارثي، جدا غير متوقع. يعني منتخب السودان أنا أحترم هذا المنتخب، إن شاء الله يعني نتمنى السلامة لأهلنا بالسودان، ومنتخب متطور وعم بنتابعه ومنحبه، ولا فرق بين السودان ولبنان. لكن المنتخب اللبناني كمان يعني كأحد التوقعات الخاطئة، توقع خاطئ، لأن توقعت تأهل لبنان، أعترف بذلك، بس أنا ما توقعت منتخب لبنان بهذا السوء. نعم منتخب السودان منتخب قوي، لكن منتخب لبنان كان كارثي. المنتخب السوداني أكل المنتخب اللبناني ب10 لاعبين، ب10 لاعبين. نعم بالدقائق الأخيرة ممكن تعمل هجوم وفرص، بس أعتقد المدرب غير مناسب للكرة اللبنانية. المهاجمين كانوا بصراحة بعيدين، يعني بعيدين عن المباراة، يعني عن أجواء المباراة. ففي فرق شاسع يعني بصراحة بين منتخب السودان ولبنان بهاي المباراة. المنتخب السوداني
كان يعني رغم الطرد عم بيحسسك انه المباراة لازم ياخذها، لازم يكسبها، كان الروح موجود. المنتخب اللبناني ما دخل للمباراة بشكل سريع، يعني بصراحة ما استفاد من أي سيناريو من هاي المباراة تحديدا. لذلك ألف مبروك لمنتخب السودان، هارد لك لمنتخب لبنان. الموضوع يتعلق باتحاد كرة قدم، مدرب سيء جدا، وأمور لا نتدخل فيها لكن عم بنشوفها. أما المباراة الأخيرة بين جزر القمر واليمن فهي الأكثر مفاجأة والأكثر صدمة والأكثر غرابة والأكثر كل شيء أكثر. ليش؟ لأن هاي المباراة تحديدا يعني المباراة رايحة باتجاه منتخب اليمن، نتيجة 4-2 للدقيقة 90 منتخب اليمن متقدم، الأمور رايحة بهذا الاتجاه. دائما اعتدنا منتخبات اليمن من ناحية تهديفية بيعرفوا يسجلوا، لكن دفاع ميت، دفاع سيء. خطأ حارس مرمى، ركلة جزاء، شو عم بيصير؟ جزر القمر قلصوا الفارق، صارت 4-3 بعد ما كانت 4-2 للدقيقة 90، صارت 4-3 لجزر القمر. بعد 3 دقائق جزر القمر جابوا 4-4، لعبوا ركلات ترجيح، تأهل منتخب جزر القمر وخروج منتخب اليمن اللي كان متقدم 4-2 وواضح يعني رايح باتجاه التأهل. وتحس انه منتخب جزر القمر فاقدين الامل، وعندهم كمان اخطاء دفاعية كبيرة جدا وبعيدين. وصلوا للمباراة لركلات الترجيح، اخذوا المنتخب اليمني على جنب وطلعوا، وراح حلم المنتخب اليمني بالتأهل الى دور المجموعات. بصراحة مباراة غريبة، مباراة عجيبة بالنسبة لي شخصيا. للأسف ما تابعت، يعني كنت منشغل بمباراة السودان ولبنان أكثر، بس يعني أنا كنتيجة بشوف أنه المباراة راحت من يد المنتخب اليمني. ما بعرف شو هي الظروف، لكن كان على المنتخب اليمني أن يحافظ على النتيجة، لكن الأخطاء الدفاعية اعتدنا عليها بمنتخبات اليمن بشكل عام. هذا كل ما في الأمر. بتمنى يعجبكم الفيديو.